ادخل الجنة برحمة ربنا، تشوف ما لا رأيته عين ولا سمعت بيه أذن، وفي عز فرحتك بهذا الفوز العظيم تلاقي نفسك مش سعيد، فحاجة ناقصاك. ازاي انت في الجنة؟ ازاي في حاجة ناقصاك؟ تسأل رب العزة: يا رب فين صاحبي؟ فين اصحابي اللي كانوا بيصلوا معايا وبيصوموا من غيرهم؟ حاسس ان في حاجة ناقصاني. وبما ان ما ينفعش تكون حاجة ناقصاك في الجنة وتشغل بالك وتفكيرك، فتسمع صوت رب العالمين يقولك: اذهب إلى النار، اخرج صديقك، اخرج كل من كان في قلبه ذرة من الإيمان، فيفرح قلبك وتجري على أبواب جهنم وتأمر الملائكة بفتح أبوابها وتدخل تنده على صاحبك: يا صاحبي، يا صديقي، أنا جاي أخدك معايا الجنة بإذن رب العالمين. فيخرج معك صديقك بفضل الله، ثم بفضل شفاعتك له. وهنا يتصايح أهل النار والعياذ بالله ويصرخون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يا أسي تجنب صديق السوء وجالس الصالحين، فالمرء على دين خليله. لو عجبتك الرسالة شاركها صديقك الذي تحبه، وترجو الله صحبته في الجنة إن شاء الله.